كذلك الإمام البخاري أورد في كتابه صحيح البخاري غزو سيدنا يزيد لمدينة القسطنطينية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له. هنا في كتاب صحيح البخاري، وطبعا الإمام البخاري أكبر عالم حديث في التاريخ الإسلامي كله، وهذا الكتاب راجعه 4 من كبار علماء الحديث منهم الإمام أحمد بن حنبل، وحكموا بصحة هذه الأحاديث. فهذا الكتاب هو عبارة عن مؤسسة إسلامية وليس رؤية البخاري وحده. فتحت عنوان باب ما قيل في قتال الروم، حديث رقم 2924 عن أم حرام الصحابية تقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، يعني أجيبت لهم الجنة. فهذا الجيش هو جيش سيدنا معاوية، الجيش اللي غزوا فيه قبرص. قالت أم حرام: قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. وهي استشهدت رضي الله عنها، وقبرها موجود في جزيرة قبرص حتى الآن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر، وهذا جيش سيدنا يزيد وقائده سيدنا يزيد، مغفور له. فالله كما أخبرنا الرسول قد غفر لسيدنا يزيد رضي الله عنه وللباقي الجيش. يعني يقال إن هذا الجيش كان فيه سيدنا الحسين أيضا بالمناسبة. فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. أيضا الإمام البخاري يورد الحديث رقم 1186، بيورد قصة طويلة بين صحابة. يعني المهم في صحابي اسمه محمود، قال محمود: فحدثوها قوما. محمود كان مشارك في جيش سيدنا يزيد في غزو القسطنطينية. حدثوها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم. يعني هذا يا جماعة مسألة تواتر، أنه سيدنا يزيد بن معاوية هو قائد الجيش الذي ذهب لأرض الروم، بشهادة البخاري، بشهادة ابن سعد في الطبقات، بشهادة الإمام الطبري. حتى الإمام الطبري يذكرها كحقيقة، يعني يقول: وفي سنة كذا غزا كذا. وهنأتي لتاريخ ابن خياط أيضا. هنا في تاريخ خليفة بن خياط. خليفة بن خياط هو مؤرخ مسلم سني، ومولود في مدينة البصرة، كان مؤيد لسيدنا عثمان بن عفان. وهذا مهم، يعني هذا التاريخ للأسف جيد لكن مختصر، ليته توسع. هو مولود 160 هجري، يعني بعد سقوط الدولة الأموية بنتكلم تقريبا 30 سنة، من 160 هجري إلى 240 هجري، فهو قريب عهد. يعني يقول: في سنة 51 فيها غزا يزيد بن معاوية أرض الروم ومعه أبو أيوب الأنصاري. طبعا ابن سعد بيقول إن الغزو حصل 52 هجري، الطبري يقول حصلت 49 هجري. أيا ما كان، هذا حصار استمر 7 سنوات، وكان كل سنة بيجري تغيير 12,000 مقاتل. فيعني معناه ممكن يزيد هو كان قائد الجيش، وممكن حصل تبديل، وممكن ذهبوا أكثر من مرة إلى آخره يعني. لكن المهم أنه بيثبت أن غزا يزيد أرض الروم ومعه معاوية بن أبي سفيان، وبيشرح أمور أخرى خاصة به. وأقام الحج يزيد بن معاوية بعد أن قفل من أرض الروم. مهمة الجزئية أن يزيد أقام الحج. وأيضا في تاريخ الطبري في أحداث سنة 51 هجري: وحج بالناس في هذه السنة يزيد بن معاوية. فسيدنا يزيد وقت الحج كان عمره 29 عاما. ماذا نستفيد من ذلك؟ سيدنا يزيد لم يكن شخصا مجهولا، كان شخصا معروفا لكل المسلمين. يعني لما يبقى في القسطنطينية وبيقود الجيش، يصلي بالناس إماما أو يصلي معهم، يقرأ القرآن، يحفظه، يتدارسون السيرة والسنة. لو كان يشرب الخمر ألم يكونوا يعرفون؟ لو كان يأتي بأي تصرفات صبيانية ألم يكونوا يعرفون؟ وغالبية هذا الجيش من أهل الشام، ثم هو يحج بالمسلمين. دي مسألة مهمة خطيرة الحج. لماذا؟ لأن رؤساء القبائل من خراسان، من مصر، من المغرب، من الجزائر، من كل مكان يأتون في موسم الحج. من يرأسهم، من يديرهم، من يوفر احتياجاتهم من الماء والطعام والشراب، من يخطب فيهم، هو سيدنا يزيد أمير الحج. طبعا سيدنا معاوية كان شخص ذكي، فهو يعرف الناس بالخليفة المستقبلي، فالناس تراه. يعني رؤساء القبائل لما يقال لهم سيدنا يزيد هل يصلح خليفة أم لا، هم يعرفون يزيد معرفة شخصية وعاملوه وصلوا خلفه إلى آخره، وليس أنه شخص مجهول إلى آخره. طيب البعض ممكن يسأل لماذا سيدنا معاوية اختار ابنه؟ وسيدنا معاوية اختار كثيرون،
أنا أرجو منكم اقرأوا تاريخ الطبري بداية من سنة 40 هجري، بداية تولي سيدنا معاوية، إلى سنة وفاته 60 هجري. ستفاجؤون بكم الحروب والغزوات التي قام بها سيدنا معاوية، والكل قام بالغزو، يعني هو ولا قيادة الجيوش لكل من يصلح وولا لكل من يمكن. ولا ننسى أنه سيدنا علي ولا أقاربه. طيب، فكما تشاهدون نأتي حضراتكم إلى كتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الجزء الرابع صفحة 576. يقول: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد. تعالوا نبدأ ونرى بداية أخلاق سيدنا يزيد كما جاءت في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، الإمامين البخاري ومسلم، وماذا يقولان عن هذه الواقعة، وهما يشهدان أن يزيد كان على حق. هنا في صحيح البخاري الحديث رقم 7111 يروي الإمام البخاري: لما خلع أهل المدينة المنورة يزيد ابن معاوية أمير المؤمنين، جمع عبد الله بن عمر ابن الخطاب. عبد الله بن عمر عالم كبير، وهذا معروف، يعني مشهور جدا عند الفقهاء والمفسرين والمحدثين. عبد الله بن عمر كان يؤيد يزيد، عبد الله بن عباس كان يؤيد يزيد، محمد بن أبي طالب يؤيد يزيد، عمرو أخو عبد الله بن الزبير كان يؤيد يزيد. فسكان المدينة لم يكونوا على قلب رجل واحد. قبيلة بني حارثة، وفي مسجد في المدينة اسمه بني حارثة، وشارع اسمه بني حارثة الآن، يؤيدون يزيد. لكن غالبية سكان المدينة تمردوا أو تراجعوا بعد 3 سنوات من المبايعة. فيقول: جمع عبد الله بن عمر بن الخطاب حشمه، أتباعه يعني وعبيده كذا، وولده، وقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. يعني أن اللي تمردوا من أهل المدينة غدروا. هذا حكم عبد الله بن عمر بن الخطاب. وإن سكان المدينة قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. فعبد الله بن عمر يشهد، وده أقوى مصدر تاريخي لنا هو صحيح البخاري، يعني هو كتاب حديث لكن كتاب تاريخ في نفس الوقت. يشهد أنه لا يزيد شرب خمر ولا كان سيء، لا، بل يزيد كان يسير بكتاب الله وسنة رسوله. ويضيف عبد الله بن عمر: وإني لا أعلم أحدا منكم خلع يزيد ولا بايع في هذا الأمر عبد الله بن الزبير إلا كانت الفيصل بيني وبينه، يعني أقطع علاقتي به. طيب، هذا ليس حديث أحد بالمناسبة، يعني لأن هنا الإمام البخاري يرويه عن نافع من التابعين، بيروي عن عبد الله بن عمر. وهنا الإمام البخاري يروي مرة أخرى في الحديث 6178 عن عبد الله بن دينار، بيروي عن عبد الله بن عمر، أدي راوي ثاني الحديث. ثم سفيان بيرويه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. ثم لما نذهب إلى صحيح مسلم اللي هو ثاني أهم كتاب في الأحاديث النبوية لأدي الإمام مسلم، والإمام مسلم بالمناسبة كان مؤيد لسيدنا علي. البخاري من تحليل المضمون كان مؤيد لسيدنا معاوية ومؤيد لسيدنا عثمان. الإمام مسلم مؤيد لسيدنا علي وكان ضد سيدنا معاوية. لكن هو في هذه الواقعة يشهد إنه بأنه فعلا جرت مبايعة يزيد بيعة شرعية، وإنه يزيد كان يسير بصورة صحيحة، وإن الخطأ من أهل المدينة. في الحديث رقم 1851 يروي عن نافع اللي هو البخاري يستشهد به، قال: جاء عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن مطيع. عبد الله بن مطيع هو الذي أصبح اللواء اللي قائد الثورة أو قائد التمرد اللي اختاره عبد الله بن الزبير، يعني حين كان من أمر الحرة، موقعة الحرة، ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر يعني وسادة، يعني يجلس عليها، يعني باب الكرم يعني. فشوفوا رد الفعل، فقال عبد الله بن عمر بن الخطاب: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله يقول، سمعت رسول الله يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والإمام مسلم بيحكم أن هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحكم أن هذا تفسير ابن عمر لحديث الرسول في هذه الواقعة.
احنا بنقول الكبار في مكة والمدينة، يعني الكبار عبد الله بن عمر بايع يزيد ورفض أن يتمرد عليه، عبد الله بن عباس بايع يزيد، محمد بن علي بن أبي طالب بايع يزيد، أنس بن مالك الصحابي بايع يزيد اللي كان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، علي زين العابدين بن سيدنا الحسين كان موجود في هذه الواقعة ولم يتمرد، بل احنا هنجد العلاقة الجيدة جدا، وأنه رفض تماما أنه يشارك في هذه الأمور. فكرة أنه هو جبان، العرب لم يكن عندهم الجبن، العرب السيء كانوا كلهم شجعان وكان مستعد يقاتل من أجل أتفه شيء، ده قبل الإسلام، فما بالك بعد الإسلام يعني. خلاص، فهتجد الاثنان فقط من المشاهير اللي رفضوا البيعة، الحسين وعبد الله بن الزبير. وخلي بالك انهم لم يبايعوا من البداية، يعني لأن الغدر ليس في شيمة المسلمين، ولم يكن في شيمة العرب حتى يكون في شيمة المسلمين يعني. طيب تقول لي انه النص الموجود في رواية مسلم مختلف عن البخاري. هذا عادي، ما هو اكيد تحدثوا ربع ساعة نصف ساعة، فممكن البخاري اختار جزءا وممكن مسلم اختار جزءا، لكن الروايتان تتفقان على المجمل العام يعني. ايضا في الانساب للبلازوري مؤرخ الحكومة العباسية، وخلي بالكم ده تحقيق شيعي بالمناسبة يعني، كان يزيد ابن معاوية يتصنع لابن الحنفية، يعني طبعا شوفوا الكلمة. المهم يعني، ويسأله عن الفقه والقرآن، فلما جاء ليودعه قال له، لما كان عنده في دمشق، قال له: يا أبا القاسم، ابن اسمه القاسم، إن كنت رأيت مني خلقا تنكره نزعت عنه. يعني لو أنت فيش حاجة شايفها أنا سيئة، أنا كنت أستتركها يعني. أو أتيت الذي تشير به علي، فقال: والله لو رأيت منكرا ما وسعني إلا أن أنهاك عنه وأخبرك بالحق لله فيه، لما أخذ الله على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتموه، وما رأيت منك إلا خيرا. احنا بنأتي لك شهادة عبد الله بن عباس صحابي، شهادة محمد بن علي بن أبي طالب، شهادة عبد الله بن عمر بن الخطاب اللي موجودين في عهده. أيضا في ابن كثير، ابن كثير طبعا توفى متأخر 774، لكن بينقل روايات قبله وبعض رواياته صح، وبينقل روايات انت بقى تختار صح ولا غلط. البداية والنهاية، الجزء الثامن، يقول: لما رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب فأرادوا خلعه فرفض، ده ابن علي بن أبي طالب. فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة، ده عدو اللي بيقولك عليك كده يعني، ويتعدى حكم الكتاب، لا يحكم بالقرآن يعني. فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكرون، أنا لم أرى هذا، وقد حضرته يعني أقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة، متحريا للخير، يسأل عن الفقه، ملازما للسنة. قالوا: فإن كان ذلك منه تصنعا لك، يعني هو بيحاول يخدعك يعني. فقال: وما الذي خاف مني، أو يعني هو كان خايف مني ليه؟ حتى يظهر إلي الخشوع. لو هو خايف مني كان المفروض يخاف منكم، فلماذا يخشى مني أنا ويطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاء، لما هو بيشرب الخمر وأنتم حاضرين لماذا لم تنهوه؟ وإن لم يكن أطلعكم، يعني اللي كان شرب الخمر في غيبة منكم، فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا، بتشهدوا بحاجة لم تشاهدوها. قالوا: إنه عندنا لحق إن لم يكن قد رأيناه. فقال لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة، يعني لا يجوز إلا ترى بعينيك. الرواية صح أم خطأ الله أعلم، لكن محمد الدليل المدني محمد بن الحنفية رفض أن يشترك في هذه الثورة، وأصر وهو ابن علي بن أبي طالب، رغم ما بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية، إلا أنه أصر على أن يزيد هو أمير المؤمنين. نأتي الآن إلى شهادة الإمام الليث بن سعد فقيه مصر. كما نعلم أنه في الفقه الحنفي الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، كان معاصر لهم الإمام الليث بن سعد، وكان فقيها كبيرا، ولكن للأسف فقهه لم يصلنا، وهو يشهد بحسن أخلاق سيدنا يزيد بن معاوية. طبعا هو ولد بعد وفاة سيدنا معاوية بكام يا جماعة؟ 30 عاما، وكتب وقال هذا الكلام في عهد الدولة العباسية، في عهد أعداء يزيد نفسهم. فنحن نقول هذه أخلاق يزيد. تعالوا، هذه الشهادة وردت في كتاب العواصم من القواصم للإمام أبي بكر ابن العربي المالكي. يقول: إن قالوا يعني كان يزيد خمارا يشرب الخمر، قلنا لا يحل
إلا بشاهدين، فمن شهد من أسماء الشهود بذلك عليه، بل شهد العدول بعدالته. فروى يحيى ابن بكير عن الليث ابن سعد قال: قال الليث: توفي أمير المؤمنين. أنا بقول للإخوة السلفيين: أنتم أعلم أم الليث بن سعد؟ الليث بن سعد يقول على سيدنا يزيد أمير المؤمنين. عبد الله بن عباس يقول من صالح القوم. عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول هذا الرجل بايعناه على بيع الله ورسوله، وإنه من يغير بيعته هو الذي يغدر. محمد بن علي بن أبي طالب يقول من صالح هذا القوم، وإنه أنا جالست وحاضرت كذا. فيعني أنا بأتي لك بالشهود المعاصرين له. يزيد كان قائد جيش يسير بين الناس، يعني الناس تعرف أخلاقه معاملة جيدة جدا. فيقول توفي أمير المؤمنين يزيد في تاريخ كذا، فسماه الليث أمير المؤمنين بعد ذهاب ملكهم، ملك بني أمية، وانقراض دولتهم، ولولا كونه عنده كذلك أمير المؤمنين ما قال إلا توفي يزيد، لو هو كان بيحتقره يعني. هذا الكلام ورد في صفحة 232. نأتي إلى شهادة الإمام أحمد بن حنبل، وهو من مؤسسي المذاهب الأربعة. ألف كتابا عن الزهد أدخل فيه يزيد بن معاوية. وكتب الإمام أحمد عن يزيد يقول: كان يقول يزيد في خطبته: إذا مرض أحدكم مرضا فأشفي، شفاه الله يعني، ثم تماثل، فلينظر إلى أفضل عمل عنده فليلزمه، ولينظر إلى أسوأ عمل عنده فليدعه. نأتي إلى كتاب أنساب الأشراف للبلاذري. البلاذري كما ذكرنا كان مؤرخ الحكومة العباسية، توفى 279 هجري، في الجزء الخامس. الراجل ده من رجال الباطل العباسي يعني، وكل كتابه شتائم في الدولة الأموية. لكن رغم ذلك يورد لنا الرواية أن عبد الله بن عباس عم سيدنا الحسين، واللي احنا ذكرناه من قبل، قال الحسين انت رايح فين؟ ده مدينة مشؤومة وأهلها غدارين، تذهب إلى الكوفة، دول أسوأ ناس. فهنا يشهد أن سيدنا يزيد من صالح القوم. فبينقل عن عامر بن مسعود الجمحي يقول: إنا لبمكة، في مدينة مكة يعني، إذ مر بنا بريد ينعي معاوية، إن سيدنا معاوية مات، فنهضنا إلى عبد الله بن عباس. يعني مجموعة من الناس ذهبوا إلى الصحابي عبد الله بن عباس، وده من العلماء الكبار يعني، وهو بمكة وعنده جماعة من الناس، وقد وضعت المائدة، عنده أكل، كان عامل عزومة يعني. فقلنا له إنه مات معاوية، فوجم طويلا، حزن. سيدنا معاوية كانت شعبيته جارفة، كان زعيم، كان كاريزما، كل الناس كانت تحبه. وظل هذا الأمر إلى أن قامت الدول الشيعية. لما قامت الدول الشيعية أتلفت كتب مسلمين سنة، يعني جانب كبير من تاريخنا ضاع أصلا. أنت عندك المغول دمروا بغداد، والشيعة حكموا 200 سنة. يعني الدولة الفاطمية حكمت دمشق، وحكمت القاهرة ومكة والمدينة ودولة بني أمية. فما بالكم حجم الكتب التي ضاعت ولم تصلنا؟ كتب كثيرة كثيرة كثيرة. فاحنا تاريخنا أبيد. يعني نجت الأمور البسيطة، زي ما بنقول نحتكم الأدلة المادية، نحتكم بمنهج القرآن. فوجم طويلا ثم قال: اللهم أوسع لمعاوية. ومعاوية ميت بيدعو له. أما والله، يعني يحلف، ما كان مثل من قبله، يعني من قبله كانوا أحسن منه، ولا يأتي بعده مثله، وإن ابنه يزيد، ده والحسين على قيد الحياة، والحسين على قيد الحياة. كان سيدنا عبد الله يشهد أن معاوية أفضل من سيدنا الحسين، وده حاجة طبعا معروفة يعني. يا عم سيدنا معاوية 40 سنة يقاتل الروم. كم سنة سيدنا الحسين قاتل فيها الروم؟ حاجات بسيطة جدا. يقول: وإن ابنه يزيد لمن صالح أهله، ده حكمه أن الرجل صالح، فالزموا مجالسكم وأعطوا طاعتكم وبيعتكم. نذهب إلى ابن كثير، كتاب البداية والنهاية، الجزء الثامن. هو بينقل عن من قبله، بيرينا هذه الرواية عند وفاة سيدنا معاوية، صفحة 229. سيدنا معاوية قال ليزيد، سأل يزيد: كيف تراك فاعلا، ماذا ستفعل إن وليت الخلافة؟ فقال: والله يا أبتي سأعمل فيهم عمل عمر بن الخطاب، أنا هسير على نهج عمر بن الخطاب. فقال معاوية: سبحان الله يا بني، والله لقد جهدت على سيرة عثمان بن عفان
فما أطقتها فكيف بك وسيرة عمر. الرواية صح أم خطأ؟ الله أعلم. ولكن السؤال لكل المشايخ لماذا تذكرون كل الأقوال المرسلة اللي ضد سيدنا يزيد ولا تذكرون الأقوال المرسلة اللي بتحمد في سيرة سيدنا يزيد؟ نحن كي نعرف أن هذه الرواية صح أم خطأ لابد شاهد عيان يكون حاضر يقول أنا حضرت هذا الحوار بين يزيد ومعاوية، وإلا يبقى الشاهد لم يرى شيئا أصلا. حضراتكم يا جماعة هذه الرواية أيضا من رواية المؤرخ الشيعي أبو مخنف يتحدث عن حسن معاملة سيدنا يزيد لنساء سيدنا الحسين، ودي رواية المؤرخ الشيعي أبو مخنف. يعني في البداية تجد الإمام الطبري يقول قال أبو مخنف المؤرخ الشيعي، وهذا يفيد على وجه قاطع أنه لم ترسل رأس الحسين إلى سيدنا يزيد في دمشق على الإطلاق، وإلا كانت نساء سيدنا الحسين ستكون غاضبات إلى آخره، لكن سنجدهن يشكرن في سيدنا يزيد وأنه عاملهن معاملة جيدة إلى آخره. وهنا لما نقرأ الرسالة تعالوا نقرأ الشهادة بتاعتهم. قال يزيد بن معاوية أمير المؤمنين يا نعمان بن بشير، هذا صحابي وكان من مستشار سيدنا يزيد، جهزهم بما يصلحهم، وفر لهم الأكل الملبس المشرب، وابعث معهم رجلا من أهل الشام أمينا صالحا. شوفوا دي رواية الشيعة، يعني المؤرخ الشيعي إنه يزيد يقول لابد اللي يصحب هذه القافلة من دمشق كي يعيد نساء الحسين، نساء الحسين من الكوفة إلى دمشق إلى المدينة، هات لهم رجل صالح وهم هيشكروا في هذا الرجل، وفي حرس يحميهم وكل شيء. ده مؤرخ الشيعة بتاعهم زمان. الآن بقى المشايخ المسلمين السنة يكذبون أكثر من أبي مخنف، والله عار عليكم. وابعث معهم رجلا من أهل الشام أمينا صالحا، وابعث معه خيلا حرس يعني وأعوانا جنود فيسير بهم إلى المدينة المنورة. ثم أمر بالنسوة أن ينزلن في دار على حدة، يعني كلهم دار خاصة بالنساء، يعني معهن ما يصلحهن، ومعهن أخوهن علي بن الحسين اللي هيكون شرطه زين العابدين فيما بعد، في الدار التي هن فيها. قال فخرجنا حتى دخلنا دار يزيد، دار يزيد يعني مع نساء يزيد يعني، فلم تبق من آل معاوية امرأة إلا استقبلتهن تبكي وتنوح على الحسين. يعني نساء سيدنا يزيد، نساء سيدنا معاوية، قريبات سيدنا يزيد، قريبات سيدنا معاوية، كنا يبكين على مقتل الحسين. الذي ينقل هذا لنا مؤرخ شيعي. فأقاموا عليه المناحة 3، وكان يزيد لا يتغدى ولا يتعشى، لا يتناول الطعام يعني، إلا إذا دعا علي بن الحسين إليه، ابن سيدنا الحسين. وأبي مخنف يورد شهادات كثيرة عن حسن معاملة سيدنا يزيد، أنا اخترت شهادة واحدة فقط حتى لا يطول الفيديو، هو طويل أصلا يعني. طيب لما أرادوا السفر، لما أرادوا أن يخرجوا إلى المدينة، دعا أمير المؤمنين يزيد، دعا علي ابن سيدنا الحسين زين العابدين، ثم قال له لعن الله ابن مرجانة. ابن مرجانة هو ولي الكوفة، أمه اسمها كانت مرجانة، يعني بيشتموا يعني. لعن الله ابن مرجانة، أما والله لو أني صاحبه، يعني لو أنا صاحب الحسين، لو أنا اللي كنت موجود في قيادة الجيش هذا، ما سألني الحسين خصلة أبدا إلا أعطيتها إياه. لو كان طلب مني أي حاجة كنت وافقت يعني، ولا دفعت الحتف عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي، ولكن الله قضى ما رأيت. وبعدين يقول له كاتبني، وأنه كاتبني يعني راسلني وارسل لي رسائل يعني، وأن كل حاجة تكون لك، أي شيء أنت تطلبه أنا سأحققه لك. شوفوا أخلاق بني أمية وأدب بني أمية، كانوا فرسانا والله، يعني الحرس أمامهم وخلفهم، ولكن بيترك مسافة حتى لا يجرح. لهم خصوصية، النساء لهن خصوصية، والنساء كنا يركبن داخل الهودج يعني حتى العرب وهم كفار كان عندهم غيرة على نسائهم. كانت الرجل العربي امرأته لا تسير مكشوفة في الشارع، كانت داخل هودج، وهذا وهم كفار قبل الإسلام. المهم، فما بالك الإسلام جاء وأصلح أخلاق العرب أكثر وأكثر. ولما كانوا يأتي النوم، يأتي الوضوء، يأتي الصلاة، فكان الحرس الأمويين ينتشر في صورة دائرة. طبعا لم يكن مفهوم حاجة اسمها أمويين في تلك الفترة، يعني اسم الدولة الأموية ده اسم جرى وضعه بعد 200 أو 300 سنة، وممكن نخص حلقة كيف جاء هذا الاسم. حرس دائرة بحيث يترك مسافة إذا حدث وضوء أو شيء من هذا. ثم يضيف الراوي الشيعي أبو مخنف
وكساهم بالملابس، وأوصى بهم ذلك الرسول، فخرج بهم وكان يسيرهم بالليل فيكونون أمامه حيث لا يفوتون طرفه، فإذا نزلوا نساء طبعا هينزلوا يستراحوا يناموا، تنحى عنهم وتفرق هو وأصحابه حولهم كهيئة الحرس لهم، وينزل منهم بحيث إذا أراد الإنسان منهم وضوءا أو قضاء حاجة لم يحتشم. هنا حضراتكم نساء سيدنا الحسين يشكرن يزيد أمير المؤمنين. وقال الحارث بن كعب قالت لي فاطمة بنت علي، بنت سيدنا علي ابن الحسين، دي حفيدة سيدنا الحسين، قلت لأختي زينب يا أخي لقد أحسن هذا الرجل الشامي اللي هو يزيد يعني أمير المؤمنين إلينا في صحبتنا، فهل لك أن نصله، يعني نعمل ود معه نشكره؟ فقالت والله ما معنا شيء نصله به إلا حلينا، يعني لا يوجد معنا هدية إلا الذهب الذي في أيدينا. قالت لا فنعطيه حلينا، يعني نعطيه الذهب. قالت فأخذت سواري ودملجي وأخذت أختي وسوارها ودملجها، فبعثنا بذلك إليه واعتذرنا إليه إلى يزيد أمير المؤمنين، وقلنا له هذا جزاؤك بصحبتك إيانا بالحسن من الفعل. فقال لو كان الذي صنعت إنما هو للدنيا كان في حليكن ما يرضيني ودونه، يعني لو أنا بعمل هذا من أجل مقابل أجر فده أجر كافي جدا لكذا، ولكن هذا ما يقول يزيد أمير المؤمنين والله ما فعلته إلا لله ولقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال يا جماعة احنا بنطرحه والكثيرون، يزيد لماذا لم يثأر من قتلة الحسين؟ فلماذا لا يقال نفس الأمر بالنسبة لسيدنا علي؟ سيدنا علي لم يقتل قتلة عثمان، تركهم بل أصبحوا جنودا في جيشه. يعني إذا التمست العذر لسيدنا علي لابد تلتمس العذر لسيدنا يزيد. إذا قلت قرار سيدنا علي صحيح يبقى لابد تقول إن قرار سيدنا يزيد صحيح، لأنهما موقفان متشابهان متماثلين. فإحنا بنطرح الأمور بشفافية. تعالوا نكمل. نأتي أخيرا إلى أولاد سيدنا يزيد بن معاوية رضي الله عنه. هذا الكتاب هو عبارة عن قاموس لكل من روى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أي شخص قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في كتب الأحاديث المسلمين السنة الكتب الستة فتح له ملف وفيها ترجمته أو تاريخه وماذا فعل، ومن هؤلاء أبناء سيدنا يزيد ابن معاوية رضي الله عنه. حضراتكم في الترجمة 3995 عبد الرحمن ابن سيدنا يزيد ابن معاوية قال أبو زرعة الدمشقي إن معاوية وعبد الرحمن وخالد الثلاثة بنو يزيد كانوا من صالح القوم، وابن حبان ذكره في الثقات. أيضا في نفس الكتاب المجلد الثامن انظروا من التلاميذ من الذين كانوا روى عنه إبراهيم ابن أبي حرة الحراني، وخالد بن عامر الزبادي الإفريقي، رجاء بن حيوة ده عالم كبير كان بينقل عنه، العباس بن عبيد الله بن العباس حفيد سيدنا العباس عم النبي، وعبيد الله بن العباس هذا من التابعين وهذا كان في جيش سيدنا علي، وعلي بن رباح اللخمي، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وأبو الأخضر مولاه، وأبو الأعيس الخولاني، وأبو زيرة رويزة العنسي. هؤلاء يا جماعة الذين بيرووا عن خالد ابن سيدنا يزيد، يرووا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عقيل بينقل عن ابن شهاب الزهري، ابن الزهري عالم كبير جدا يعني من التابعين، قال إن خالد بن يزيد كان يصوم الأعياد كلها السبت والأحد والجمعة. أيضا من أشرف أهل زمانه خالد بن يزيد بن معاوية. أخيرا نختم بصحيح البخاري، نختم بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 2651 قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني 100 سنة الأولى اللي بتنتهي بعمر بن عبد العزيز، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم هنا يكرر الإمام البخاري الحديث عن راوي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته، وهو هذا الذي حصل في العصر العباسي يعني. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الأمراء 12 أميرا، فابدأ بأبو بكر، عمر، عثمان، علي، معاوية، وسيدنا يزيد، وبعد ذلك ندخل في باقي خلفاء بني أمية.
وفي صحيح مسلم رواية الإمام مسلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الإسلام عزيزا 12 خليفة. نبدأ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، معاوية، سيدنا يزيد هو الخليفة الراشد السادس. الذين يقولون إن الخلافة الراشدة 30 سنة هؤلاء يأخذون براوي شيعي كذاب. للأسف هذه الرواية مذكورة في تقريبا الترمذي. أنا عملت فيديو عن هذا بالتفصيل وجئت وبيروي عن واحد اسمه سفينة يقول إنه صحابة، الله أعلم إذا كان صحابي أم لا، يعني لم يرد ذكر له في معركة ولا شيء إلى آخره يعني. المهم، يعني عندنا مشكلتين في روايتين، في من ينسب لسفينة وسفينة نفسه، ويكتب على اليوتيوب صور مشهور حديث الخلافة 30 عاما. وطبعا هنا بقى تدل العقلية الشيعية الملوثة، كيف أصبحت عقولنا ملوثة بالروايات الشيعية. يتركون صحيح البخاري، الإمام البخاري رفض حديث الخلافة 30 سنة، الإمام مسلم رفض حديث الخلافة 30 سنة. فيتركون يا أخي الأحاديث اللي هي أعلى درجة في الصحة في البخاري ومسلم، ويذهبون إلى أحاديث ضعيفة ويشيعونها على المنابر. لا تسودوا تاريخنا، حرام عليكم، حرام عليكم، لا تسودوا تاريخنا. ختاما نقول رضي الله عن سيدنا يزيد بن معاوية رضي الله عنه، ونقول لمن يسبه ويلعنه: اعلم أن الله سيحاسبك على الكذب. يعني أنت لو كذبت في حق أحد الناس، في حق صديقك، الله سيعذبك عن ذلك. فما بالك تكذب في تابعي، وتكذب في فاتح إسلامي عظيم، وفي أمير المؤمنين.